السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين المنورين. سنة رابعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم طبعا كنوز الرياضيات ومس سحر صبري. النهاردة هنقول أول 3 دروس مع بعض من منهج الترم التاني. أيوة، منهج الترم التاني، المنهج الجديد. إن شاء الله بإذن الله تفهموهم ويبقوا سهلين جدا جدا عليكم. مش هطول عليكم، وجهز كشكولك وقلمك ويلا بينا. اول حاجه هنتكلم عنها، احنا هنتكلم عن اول 3 دروس. الثلاث دروس دول بيتكلموا عن الكسور وازاي احللها والمزيد من تحليلها. اول حاجه هنتكلم عنها الكسر. يعني ايه كسر؟ الكسر ده هو جزء من الكل، جزء من الكل او عده اجزاء متساويه من الواحد الصحيح. طيب ازاي اكتب الكسر؟ اكتبه ازاي؟ مثلا انا عندي الشكل اللي قدامي دوت دائره، وجيت قسمتها 4. الكسر بقى بيتكتب ازاي؟ اول حاجه نعملها بنشد شرطه كسر، بنكتب فوق الاجزاء المظلله او المتلونه. انا مظلله قد ايه او ملونه قد ايه؟ 1. هكتب الواحد فوق وتحت الكل. الكل اللي هي كام جزء عندي؟ كام جزء عندي هنا في الشكل؟ 4. يبقى ده 1 على ال4. الواحد دوا اللي فوق اسمه ايه؟ اسمه بسط. اللي فوق ده اسمه بسط، واللي تحت اسمه مقام. فالبسط هيبقى عبارة عن أجزاء المظللة، والمقام عبارة عن كل الأجزاء. فهمنا ازاي الكسر بيتكتب؟ يبقى الكسر بيتكون من بسط ومقام وشرطة كسر. أول حاجة نعملها شرطة الكسر، أكتب فوق الأجزاء الملونة أو الأجزاء المظللة اللي احنا بنسميها البسط، وبكتب تحت كل الأجزاء اللي هي المقام. طيب بعد الكسر عندي حاجة اسمها كسر الوحدة. يعني ايه كسر الوحدة؟ ده كسر بيكون بسطه ب1، والمقام طبعا أكبر من الواحد. زي الربع، الربع البسط ب1 يبقى ده اسمه كسر الوحدة. الخمس بسطه ب1 يبقى ده اسمه كسر الوحدة. يبقى أنا أول لما ألاقي البسط ب1 يبقى ده اسمه كسر وحدة. تمام تمام. طيب تعالوا نشوف كده، هنكتب الكسور. شوف مثال كده صغنن مع بعض. عندي اشكال عايزه اكتب الكسور بتاعتها. اول حاجه هو الشكل ده، اعمل ايه؟ اول حاجه نعملها نشد شرطة كسر، اكتب فوق الاجزاء المظلله. انا عندي هنا كام جزء؟ 2. واكتب تحت كل الاجزاء. انا عندي هنا كام جزء؟ 1 2 3 4 5. تمام. طيب الشكل اللي بعده، عندي كام جزء ملون؟ 1 2 3 4 5. برافو عليك. يبقى الخمسة هتتكتب فوق. كلهم كام جزء؟ 8. طب بتقري ازاي؟ بنقرأ البسط الأول والخمسة أسمان. 5 أسمان. طيب هنا عندي كام جزء؟ 3. كلهم كام جزء؟ 4. ماشي، يبقى دي 3 أرباع. تمام. يبقى دي عرفنا ازاي نكتب الكسر. طيب لو جايب لي الكسر زي كده اكتبه ازاي؟ اكتب الكسور دي ازاي؟ سهله جدا يا باشمهندس. اول حاجه نعملها زي ما احنا قلنا بنشد شرطه الكسر. الكلمه الاولانيه دي معناها البسط، والكلمه الثانيه معناها المقام. يبقى الكلمه الاولانيه البسط، الكلمه الثانيه المقام. الكلمه الاولانيه دي كام؟ 3، اكتبها فوق. الكلمه الثانيه دي اخماس يعني 5، اكتبها تحت. نقول كمان واحده، هشد شرطه الكسر. الكلمه الاولانيه فوق 3 وأرباع يعني 4. 5 أسمان، أشد شرطة كسر، أكتب الخمسة الكلمة الأولانية فوق، أسمان يعني 8 تتكتب تحت. 5 أسباع، 6 أسباع عفوا، 6 تتكتب فوق، أسباع يعني 7 تتكتب تحت. تمام. طب صبع، مش كلمة واحدة، صبع يعني 1/7، خمس يعني 1/5، وهكذا. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ تمام. طيب تعالى بقى هقول لك حاجه. عندي مثلا ال3 أخماس. احنا قلنا من شويه معلومه او مفهوم اسمه كسر الوحده. قلنا يعني ايه كسر الوحده؟ هو الكسر اللي بسطه ب1. طب هسألك بقى سؤال يا باشمهندس. ال3 أخماس دي لو جيت قلت لك عدد كسور الوحده، ال3 أخماس فيها كام كسر وحده؟ مس سحر قالت كسر الوحدة بسط ب1. طب ده ب3. طب ال3 كام واحد؟ 3. ال3
3 وحدات، 1 و1 و1. يبقى لما اجي اقول لك عدد كسور الوحده في ال3 اخماس تقول لي كام؟ 3. طيب 5 اسمان، لو جيت قلت لك عدد كسور الوحده بنبص على البسط، الخمسة دي كام واحد؟ 5. يبقى لما يقول لي، وده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان، اول لما يقول لي عدد كسور الوحده معناها ان انت بتكتب البسط على طول. عدد كسور الوحده بكتب البسط. لما يجي حد يقول لي يا ميس طب بنكتب البسط ليه؟ هقول لك ما هو كسر الوحده هو اللي بيكون بسطه بواحد، فانت بتشوف البسط ده كام واحد. تمام يا باشمهندسين؟ طيب تعالوا نشوف اسئله مع بعض. بيقول لي عدد كسور الوحده في الكسر 4 أسبية. برافو عليك، الأربعة كام واحد؟ 4. تكتب البسط على طول يا باشمهندس. يبقى أول لما أقول لك عدد كسور الوحدة تنزل لي البسط. سهلين؟ سهلين. طيب عدد الأخماس في الواحد الصحيح. أنا لو قسمت هنا قسمت هنا 5. طب لو قلت لك ال5 كلهم، ما هي عدد الأخماس في الواحد. هنا الواحد كم خمس؟ برافو عليك 5. يبقى لما اجي اقول لك عدد الاخماس في الواحد الصحيح تقول لي 5. عدد الارباع في الواحد الصحيح ربع. عدد الاسمان في الواحد الصحيح 8، وهكذا. تمام. طيب الكسر 5 أسباع يكون مقامه، اتفقنا يا باشمهندس من شويه، البسط فوق والمقام تحت. البسط فوق والمقام تحت. يبقى لما اجي اقول لك الكسر 5 أسباع مقامه بكام؟ بص تحت. تحت كام؟ 7. بسطه بكام؟ بص فوق. تمام. تمام. طيب اهو الكسر الذي بسطه 3 ومقامه 9 هو، يعني اكتبه ازاي؟ نشد شرطة كسر. البسط يا مستحر حضرتك قلت بيتكتب فوق، يبقى البسط فوق والمقام تحت، يبقى البسط ب3 والمقام ب9. طيب تعالى شوف السؤال اللي انا هكتبه لك دلوقتي ده. طب لو جيت قلت لك عدد كسور الوحدة في 3 أخماس تتكتب ازاي؟ مستحار قالت كسور الوحدة بص على البسط. طب 3 أخماس ده يعني ايه؟ اكتبه 3 أخماس يعني ال3 فوق وال5 تحت. يعني البسط يعتبر الكلمة الأولانية زي ما احنا قلنا من فوق لما حلينا، البسط الكلمة الأولانية، يبقى عدد كسور الوحدة أختار البسط اللي هي 3. تمام يا باشمهندسين؟ تمام. ادي أول ورقة خلصناها، سهلة جدا جدا ومفيهاش أي مشاكل. طيب نشوف الدرس التاني أو الجزء التاني، تحليل الكسور. يعني ايه تحليل الكسور؟ واحد يجي يقول لي مستحر يعني ايه تحليل الكسور؟ يعني تقسيم الكسور، تقسيم الكسر، بقسمه بجزأه. طب بجزأه لايه؟ لحاجتين، لا اما كسر الوحده لا اما طرق اخرى زي ما هنشوف دلوقتي. فمثلا عندي الكسر 5 أجزاء، عايزه اقسمه او احلله لكسر الوحده. احلله ازاي؟ احنا اتفقنا من شويه كسر الوحده ال5 دي كام واحد؟ 5. فلما تيجي تحلله يا باشمهندس هتقول لي ال5 أجزاء دي عباره عن 1 على 9 و1 على 9 و1 على 9 و1 على 9 و1 على 9. بعمل 5 وحدات، سهله جدا. يبقى لما نيجي نقسم بنحلل البسط بكذا طريقه. اول طريقه لو طلبها مني، ودي اللي اهم اللي انا بحلل بيها الاول، اول طريقه لما احلل لكسر الوحده باخد البسط واحلله لكسر وحده، يعني اعمل البسط كله وحدات وبيكون بينهم علامه زائد. يبقى 1 على 9 1 على 9 1 على 9 1 على 9. المقام طبعا بينزل زي ما هو، انا بحلل البسط. طيب طريقه تانية، لو قلت لك حللها لي بطريقه تانية برضو بتيجي تبص على البسط، ال5 جزأ ال5 كام زائد كام يديك 5؟ كام زائد كام؟ واحد هيقول لي 4 على 9 و1 على 9. ال5 دي احنا قلنا المقام زي ما هو، فانت هتشد لي شرطة كسر نزل المقام. حلل بقى البسط او قسم احنا بنقسم طبعا الكسر كله، بس كل تركيزك بيبقى على البسط. ال5 كام زائد كام يديك 5؟ 4 و1. واحد هيقول لي طب ما في 3 و2، اقول له ماشي برافو عليك اكتبها. يبقى كام زائد كام يديك 5؟ ممكن 3 على 9 او 2 على 9. يبقى الطريقه الاخرى دي اللي انا بقسم ال5 كام زائد كام. اي
حاجة تيجي زي كام زائد كام في دماغك يديني 5 اكتبها. في 4 و1 وفي 3 و2. فهمناها؟ طب تعالوا نشوف مثال تاني مع بعض. حلل الكسور الآتية إلى كسر الوحدة. 3 أرباع. 3 أرباع كام؟ التلات أرباع لو هحللها لكسر وحدة، وحدة يعني حلل التلاتة كام واحد؟ كام واحد؟ ربع. واحد على الأربعة، واحد على الأربعة، واحد على الأربعة. طيب 5 على 7 يبقى 1 على 7، 1 على 7، 1 على 7، 1 على 7، 1 على 7. تمام يا باشمهندسين؟ في أي مشاكل؟ لا. طيب قلت لك حل الكسور الآتية بطريقتين، هسيب لك دي بقى. حل انت يا باشمهندس، حلها انت بقى، حلها بطريقتين: كسر الوحدة وطريقة أخرى. الأربع أسداس يبقى سدس وسدس وسدس وسدس، وتشوف كام زائد كام يديك 4. خلاص. الطريقة التانية دي بجزء أو بحلل الأربعة كام زائد كام، بحلل البسط. تمام تمام. طيب تعالوا نشوف سؤال، آخر سؤال معايا بيقول لي أكمل 3 أتمان زائد كام بيديني 7 أتمان. طيب أو 7 أسمان بيساوي كام زائد 3 أتمان. يعني برضو حللها بس في صورة أكمل. أول حاجة ننزلها المقام زي ما هو، المقام زي ما هو. السبعة دي كام زائد كام يديك 3 زائد كام تديك 7. 3 زائد كام؟ برافو، 3 زائد 4. 3 و4 7. هنا برضو 5 على 9 المقام نزل زي ما هو، انزل المقام زي ما هو. الخمسة 2 زائد كام؟ برافو، 2 زائد 3. طب خمس زائد خمس زائد خمس، قلنا بننزل المقام زي ما هو، 1 1 1 3. وخلصت التلات دروس. شفتوا بقى التلات دروس في منتهى السهولة ازاي؟ سهلين جدا جدا جدا. خلاص يا باشمهندس، بص بقى، تعالوا مع بعض هديكوا واجب بس اكتبوا ورايا بقى. وهتلاقي واجب برضو موجود على صفحة كنوز الرياضيات على الجروب. خلاص هتلاقيني برضو منزله لك صفحة واجب حلوة قوي. تعالى بقى اكتب ورايا اول سؤال. اختر. انا ما رضيتش اعملها، قلت لا عشان تمسك الورق او القلم، تمسك كشكولك وقلمك وتكتب ورايا. يلا اكتب ورايا. اول سؤال: اي مما يلي يمثل كسر وحدة؟ مين في الكسور دي يعتبر هو كسر الوحدة؟ 5 على 9 ولا 4 على 7 ولا 9 ولا 3 على الأربعة؟ شوف، برافو عليك، أيوة جاوب على طول. أي مما يلي يمثل كسر الوحدة. طيب السؤال التاني بيقول لي الكسر 5 أسابيع بسطه هو. بسطه بكام؟ 5 ولا ب7 ولا ب8 ولا ب12؟ نشوف البسط بتاعه بكام. تمام. شفتوا والله الموضوع في منتهى السهولة. طيب الكسر الذي يمثله الجزء المظلل في الشكل. رسمت لك شكل وقلت لك الكسر عبارة عن 3/4 ولا 4 على 3 ولا ربع ولا 4. خلاص نشوف الكسر اللي بيمثله الجزء المظلل. آخر سؤال معايا، لو قلت لك خمس زائد خمس زائد خمس يساوي، بيساوي 4 أخماس ولا 3